سلطة الزيتون. المكونات: فلفل أحمر مشوي وعدد بصلة، طبعا نشوه في الفرن، وبعدين نحوله إلى الزريعة والقشور اللي لونها غامق، نقطعوه مكعبات. طبعا الأفضل إن ما نستعملوش الخلاط أو أي آلة، نقطعه مكعبات بإيدنا. ونفس الطريقة مع البصل، مكعبات رقيقة. ناخد أي نوع متوفر عندنا من الزيتون الأخضر ونشويه في الشواية أو في زي ما تشوفوا في آلة ماكينة التوست على النار، إلى أن ياخد اللون الغامق وتكون فيه خطوط بسيطة، شكلها جميل حتى في التقديم، وتاخد الزيتونات نكهة الشواء. نجهز في الطاوة كمية لا بأس بها من زيت الزيتون. طبعا هذه الشغل كله حيكون مدة 7 دقائق فقط، يعني مش طبخ ولا شيء، مجرد إن المكونات تاخد تحميصة في زيت الزيتون مع بعض مع البهارات. نحط الخضرة والزيتون. أنا ما ضفتش كمية كبيرة من الملح، كمية بسيطة، لأن الزيتون هذا نوعيته فيه ملح لا بأس به. نضيف زعتر طازج، نضيف فلفل أحمر مهروج، وكمية جيدة من الثومة، تقريبا ملعقتين من الثوم الطازج يكون مطحون، وملعقتين كبار من الهريسة أو صلصة الفلفل الحار. نخلط المكونات بحيث تمتزج مع بعض، ونضيف لها فقط بعد ما تاخد تقريبا 4 دقائق تغلي المكونات، نضيف لها ما يعادل 3 ملعق كبيرة من الماء. نحرك المكونات ونكمل إلى 7 أو 8 دقائق بالكتير. نضيف في آخر شيء قبل ما نطفي على النار، نضيف الذرة ومع بنوس أو ممكن شبت يكون مفروم ناعم، ونقلب المكونات، نخليها إلى تكتمل 8 دقائق كلها. نضفنا رشة بسيطة من الملح، وخلاص الخليط يكون جاهز. بالنسبة لهذا الصوص، هذا ممكن تحتفظوا به في أواني زجاجية إلى فترة طويلة جدا، توصل حتى لشهر، ما يصير له ولا شيء. طعمه جميل جدا. نستعملوه صوص في جانب المقبلات أو حتى المشاوي. صوص حلو على في الفطور، طاولة الفطور. وممكن طبعا كان نستعملوه كمقبلات كسلطة، ونحتفظوا به زي ما قلت لكم، يبقى حتى إلى مدة شهر في الثلاجة، ما يصير له أي شيء. كمية وفيرة فيه من زيت الزيتون، يعتبر هو أصلا من المواد الحافظة على للمواد الغذائية. إن شاء الله تكون الوصفة عجبتكم وتجربوها. سلطة الزيتون يعني شهية جدا جدا. وإن شاء الله لو عندكم أي استفسار اكتبوا لي في التعليقات، ونشوفكم في وصفة قريبة جدا، ومن توا بالصحة عليكم.